بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في المراجعة النهائية للاستعداد إلى الامتحان بتاع يوم الأربعاء إن شاء الله، اللي هو هيبقى جبر ومثلثات وهندسة. فتعالوا نلتقي بعد الفاصل كده ونشوف احنا مجهزين لحضراتكم ايه النهارده. تمام كده. تعالوا اما نشوف احنا مجهزين ايه. انا اولا مجهز السبوره، مجهز جوجبرا، مجهز اللي احنا عايزينه كله يا اولاد. تعالوا اما نشوف، نجيب كده الايه السبوره الاول. ادي السبوره بتاعتنا الجميله دي، تفتح بس. ادي السبوره. اول مساله عندي بيقول لي ايه؟ بيقول لي دالة س. دالة س، نجيب القلم اتخن شويه. بيقول لي دالة س، ركز كده الله يهديك. دالة س بتساوي ايه؟ بتساوي 3 ناقص س. 3 ناقص س. فبيسألني تكون سالبة إذا كانت، يعني الدالة دي يا ولاد تكون سالبة، تكون سالبة إذا كان، ومديني اختيارات. طب ما احنا يا مستر كانت سهلة دي، كنا بنجيب أول حاجة أصفار الدالة، يعني كنا بناخد 3 ناقص س ونساوي بالصفر. يعني كانت س بتطلع بكام يا ولاد؟ كانت إن السين كانت بتساوي 3، س كانت بتساوي 3. ده اسمها أصفار الدالة. طيب تعالى ما نحط التلاتة دي على خط الأعداد كده بتاعنا. أدي التلاتة أهي. ادي كده اسمه صفر الداله، ده كده صفر الداله. معامل س سالب، يبقى هنا الداله كانت سالبه، وهنا كانت ايه يا اولاد؟ وهنا كانت موجبه. يبقى الداله دي سالبه من 3 مفتوحه لما لا نهايه، من 3 مفتوحه لما لا نهايه، 3 لما لا نهايه. دي كده ايه؟ دي كده سالبه. وموجبه من سالب ما لا نهايه لكام؟ لسالب ما لا نهايه عند التلاته. يبقى هنا ده يا اولاد باين قدام حضرتك. ادي مساله على بحث اشاره الايه؟ بحث اشاره الداله. انك انت بتجيب اصفار الداله وبعدين بتحطها على خط الاعداد ومعامل س بالسالب. يبقى س الداله دي سالبه، سالبه لما تبقى 3 مفتوحه وما لا نهايه، وموجبه من عند السالب ما لا نهايه عند الايه؟ لعند التلاته. طيب حضرتك لو انت يعني معلش عايز تروح تشوفها على جيوجبرا، وقليل من الطلبه وقليل من المدرسين اللي بيشتغلوا مع الطلبه بتاعتهم جيوجبرا، والواحد بيبقى حزين رغم ان هذا البرنامج. يعني انا هقول لك، هكتب المساله بس بالظبط اهو. 3 ادي ناقص اكس. هو قال لك ايه؟ الداله دي سالبه، سالبه يعني تعملها اقل من الصفر. فين الاقل يا مستر؟ الاقل ظهر للاكس اهي، بص اقل، اقل من ادي الصفر. وهعمل عمليه ادخال. تمام يا ولاد؟ نشيلها مره ثانيه واقول لها كلام مره ثانيه سنه اولى عشان مش عارفين الكلام دوت. احنا هنقول له ايه؟ 3 ادي 3، وبعدين ناقص اكس، وبعدين اقل من الصفر، اقل من، ادي اقل من الصفر، وهقول له ادخال. ما عملش حاجه؟ لا عمل. طيب هنا هو، انا هلم بس هوري لك الشاشه اهو. اهو عمل هنا لو انت شايف خط متقطع عند مين؟ خط متقطع عند التلاتة، ومشي خط متقطع. اجيب لك القلم. خط متقطع يا ولاد، بص بص الخط بتاعك اهو متقطع، يعني التلاتة مفتوحة وماشي لعند الايه؟ لعند الما لا نهاية. يبقى الدالة دي هتبقى سالبة من 3، وزي ما انا حليتها لك بره 3 لعند الما لا نهاية. وطبعا دي برضو مفتوحة ودي برضو مفتوحة، بدليل الخط ده خط متقطع، لان التلاتة دي صفر من اصفار يا اولاد، صفر من اصفار الدالة. شيل يا مستر ورينا حضرتك مجهزين ايه تاني. تعالوا يا اولاد اما نروح نجيب السبوره بتاعتنا. السبوره بتاعتنا عشان اكتب قدامك، عشان احل قدامك، ولو المساله هتسال اجيب جبر هجيب جبر واحل عليه. هنا بيقول لي اذا كان، انا هكتب مساله اهو. اذا كان، اذا كان يا مستر، اذا كان 1 زائد ت، بين قوسين يا اولاد، 1 زائد ت احد جذري المعادله. ده كده احد جذري المعادله. فين المعادله؟ احد جذري المعادله يا اولاد، احد جذري المعادله اللي هي س تربيع ناقص 2 س زائد ك بيساوي صفر. س تربيع وبعدين ناقص 2 س زائد ك بتساوي صفر. ماشي. بيقول لي فإن الكاف تساوي، الكاف هتساوي نقط. طيب عشان اجيب لك الكاف
لو انت مذاكر كويس، لما يبقى الواحد زائد ت احد جذري المعادله، في الحاله دي الجذر الاخر يا اولاد بيكون مرافق ليه. يعني الجذر الاخر بيكون واحد ناقص ت، يبقى انت يبقى عندك جذرين. الجذر الاولاني مثلا لو سميته انت لام، هو مديهولك بواحد زائد ت، يبقى الجذر الاخر اللي هو مثلا وليكن ميم هيبقى مرافق ليه. فخلي بالك كلمه مرافق يعني انك بتغير اشاره العدد التخيلي بس، يعني واحد ناقص ت. جميل. لو احنا جمعنا الجذرين، يعني لو جمعت لام زائد ميم يا اولاد، لام زائد الميم، طبعا الت هتروح مع الت يبقى بتساوي 2. تمام. طب لو جيت ضربت اللام ميم، ضربت اللام في الميم، ها، اللام في الميم هتبقى واحد ناقص ت تربيع، يعني هتبقى واحد ناقص ت تربيع، والت تربيع بسالب واحد، يعني تطلع برضو باتنين. يعني المعادله تبقى ايه بقى لما نيجي نكون المعادله يا اولاد؟ المعادله تبقى عباره عن س تربيع ناقص 2 س اللي هم اديها لك، ها، زائد 2. يبقى الكاف عندك هتبقى بكام؟ يبقى اختياراتك الكاف عندك هتبقى باتنين. الكاف يا اولاد هتبقى باتنين، يبقى الاختيارات هتساوي 2. جبت الاتنين مره تاني مره ازاي؟ لما يبقى احد جذري المعادله واحد زائد ت، يبقى الجذر الاخر مرافق ليه واحد ناقص ت. فانا جمعت الجذرين اهو، واحد زائد ت وواحد ناقص ت، الت راحت مع الت، هيبقى واحد وواحد اتنين. طب نيجي نضربهم، الواحد في واحد بواحد، موجب ت في سالب ت بسالب ت تربيع، والسالب ت تربيع ت تربيع بسالب واحد، فالسالب في سالب موجب، يبقى اللام ميم اختياراتك هيبقى الاثنين. شيل ورينا يا مستر برضو انت مجهزين ايه. طيب بيقول لي اذا كان لام وميم هما جذري المعادله، لام وميم يا اولاد، لام ادي اهو وادي ميم، هما جذري المعادله، هما جذري، ادي جذري المعادله. فين المعادله؟ اذا كان لام وميم هو جذري المعادله، س تربيع ناقص 3 س، اكتب يا مستر س تربيع ناقص 3 س، ادي ناقص 3 س ناقص 5 بتساوي صفر. طيب فعايز القيمه العدديه، هو عايز القيمه العدديه يا اولاد، القيمه، عايز القيمه العدديه، وهديك اختيارات. القيمه العدديه لمين؟ للام تربيع ميم، لام تربيع ميم زائد ميم تربيع لام، زائد ميم تربيع لام. ماشي. هو عايز القيمه العدديه دي. عارف انت هتعمل ايه؟ هتجيب مجموع الجذرين وحاصل ضرب الجذرين بس. يعني انت هتروح تجيب لام زائد ميم، لام زائد ميم يا اولاد، وذاكرك ان لام زائد ميم بتساوي ايه؟ سالب معامل س على معامل س تربيع، يعني سالب 3 تبقى موجب 3، ومعامل س تربيع بواحد، يبقى لام زائد ميم بتساوي 3. وهتروح تجيب لي لام ميم، لام ميم بتساوي الحد المطلق باشارته سالب 5 على 1 يا اولاد، يعني هيساوي 5. انت كده جبت الايه؟ لام زائد ميم ولام ميم. ايه اللي يحصل بعد كده؟ هتيجي من اللي هو عايزه منك ده تاخد لام ميم عامل مشترك. فانا لما اخد لام ميم عامل مشترك من القوس اللي هو مديهولي القيمه العدديه، لام ميم عامل مشترك، خلي بالك انت خدت من هنا لام يتبقى لك واحده، وانت خدت ميم بره زائد، وخدت من هنا ميم يتبقى لك واحده بس. هتضرب الناتج ده في الناتج ده، لام زائد ميم عندك بسالب 5 في 3، يبقى اختيارك هيبقى كام يا اولاد؟ سالب 15. جبت سالب 15 منين؟ لام ميم بسالب 5 ولام زائد ميم ب3، 3 في سالب 5، اقلب يا مستر، يبقى الحل هيبقى سالب كام يا اولاد؟ سالب 15. هنا بوري لك انت هتحل في الامتحان ازاي. طيب مسألة تانية بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي اذا كان لام وميم برضو جذري المعادلة، اجي اغير لك اللون عشان اللون كده نجيبه اهلاوي النهارده. بيقول لي اذا كان لام وميم، لام يا اولاد وميم هما جذري المعادلة، هما جذري، بس دي مش احمر يا مستر، هما جذري المعادلة. لام وميم يا اولاد هما جذري المعادلة. المعادلة مين؟ س تربيع ناقص 10 س، س تربيع ناقص 10 س زائد ألف بتساوي صفر. زائد ألف يا اولاد بتساوي صفر. طيب ومديني كمان معطى بيقول لي ان لام زائد ميم، لام زائد ميم هو اقواس، لام زائد ميم وبعدين قوس تاني 2 لام زائد ميم، 2 لام زائد ميم بتساوي 110. طب انت عايز ايه؟ ده كله ده كله معطيات مساله، خلي بالك. فهو عايز الف، يعني يا اولاد هو عايز كده علامه استفهام الف اهو، هو عايز دي الف اهي، دي اللي مطلوبه منك. طبعا مديني اختيارات وانا هحل من غير الاختيارات عشان ايه؟ ان نوفر الوقت. اول حاجه انت هتجيب لام زائد ميم، مش تنسى ان لام زائد ميم عندك هتبقى بكام؟ لام زائد ميم يا اولاد هتساوي كام؟ هتساوي 10. طيب يبقى انت هتعوض
في المعطى الثاني، انت جبت لام زائد م بالمعادله، هي سالب 10 تنحط موجب 10. لما نعوض في المعادله يا اولاد، خلي بالك ده علامه استفهام، يبقى هتقول له اذا 10 يبقى 2 لام زائد م بيساوي 110 على 10، يبقى 2 لام اهو يا اولاد، 2 لام زائد م هتساوي 110 على 10 يعني تطلع ل 11. يا اولاد ما انا عندي اللام دي، لام م دي جبتها انا بكام؟ ب 10، وهنا 110 قسمت على المعامل فهتطلع 2 لام زائد م بتساوي كام؟ بتساوي 11. 2 لام زائد، انت لسه خلي بالك لسه ما جبتش حاصل ضرب الجذرين. حاصل ضرب الجذرين بيساوي الف، اللي هو لام م يا اولاد، لام م بيساوي الف. خلي بالك انا عايز الف، انا عايز الف. طيب عشان اجيب لك الف يبقى حضرتك لازم تجيب واحده بدلاله الثانيه. انت عندك لام زائد م بتساوي 10، يبقى معنى كده ان الميم بتساوي 10 ناقص لام، او اللام بتساوي وهكذا. طيب لو جينا هنا هون قلنا ايه؟ نكمل يا اولاد. احنا قلنا لام ميم هيساوي كام؟ هيساوي الف. انا بس السبوره بس مزنوقه عايز اوسع. انا عندي لام زائد ميم بتساوي 10 يا اولاد. احنا هنعوض بواحده بدلاله الثانيه، يعني ايه؟ او بلاش نعوض بواحده بدلاله الثانيه. يعني انا هاجي هنا هون 2 لام زائد م بتساوي 11، ممكن اشطب على دي خالص مش عايزها، اقول له 2 لام زائد م بتساوي 11. يعني اقول له ايه؟ اقول له لام زائد الاثنين لام هعملها لام زائد لام، لام زائد لام زائد م بتساوي 11. طب ما انا عندي لام زائد م دي ب 10، يبقى اللام هتطلع بكام يا اولاد؟ 11 ناقص 1 يبقى اللام هتطلع بواحد. اللام هتطلع بواحد صحيح، اللام هتطلع بواحد. طيب انا مش عايز اللام، انا عايز الالف. طب ما انا عندي لما اللام بواحد، انا هشيل بس يا اولاد، هضطر اشيل الكلام دهون. اللام بواحد، خلي بالك اللام بواحد، انا عندي لام زائد م بتساوي 10، لما اللام بواحد يبقى الميم هتساوي 9. يا اولاد كمان مره، اللام هتساوي 1، 2 لام زائد م بتساوي 11. الاثنين لام انا عملتها لام زائد م بتساوي 11. طب انا عندي لام زائد م بتساوي 10، يبقى اللام بس هتساوي 11 ناقص 10 بتساوي 1، يبقى اللام بواحد. طب لما اللام بواحد تبقى الميم بتسعة، عشان اللام زائد م بتساوي 10. وانا عندي لام ميم اللي انا شطبت عليها دي كانت بتساوي الف، يبقى هتطلع الحل بكام يا اولاد؟ الحل هيطلع بتسعة. الحل هيطلع بتسعة يا اولاد. انا جبت اللام اهو، انا جبت اللام بواحد، وكان عندي لام زائد م بتساوي 10، لام زائد م كانت بتساوي 10، قلنا يبقى الميم ب 10. الميم هتساوي 10 ناقص 1 اهو، 10 ناقص 1 يبقى بتساوي 9. طب ما انا عندي حصل ضرب الجذرين، لام ميم كان بيساوي الف، لام ميم كانت بتساوي الف، يبقى الالف هتساوي 1 في 10، 1 في 9 ب9، يبقى اختياراتك هتساوي التسعة. شيل الكلام دهوت، شيل الكلام ده، وتعالى اما نشوف مساله ثانيه. بيقول لي هنا ايه؟ نجيب مساله كده يا اولاد، نجي مساله حلوه كده جميله. بيقول لي اذا كان ميم وميم ناقص واحد، بس نجيب بقى لون لو فعلا يعني. اذا كان ميم هكتبها يا اولاد، ميم والجذر الثاني 2 ناقص ميم، دولي جذري، الاثنين دولي جذري المعادله. جذري المعادله مين بقى يا سيدي؟ س تربيع ناقص الف س زائد 6 بيساوي 0. فهنا عايز قيمه الالف كمان مره، ميم و2 ناقص ميم دول جذري المعادله دي، فهو هنا عايز قيمه الالف اللي هي معامل س يا اولاد. طب ما تيجي نجمع الجذرين اللي هو مديهم لي. لما اجي اجمع الجذرين اللي هو مديهم لي يا اولاد، هو مش مديني لام وميم، هو مديني ميم و2 ناقص ميم، تعال نجمعهم كده يبقى دي ميم ادي الجذر الاولاني، زائد 2 ناقص ميم ادي الجذر الثاني، ولاد كم مره، ده الجذر الاولاني ده الجذر الثاني. طب مجموع الجذرين بيساوي ايه؟ سالب معامل س على معامل س تربيع بيساوي الف يا مستر. جميل، ده انت هتشيل الميم مع الميم يبقى الالف باتنين. يبقى اذا يا اولاد الاختيارات الالف، اللي يشوف المساله يخاف منها، يبقى المساله الالف عندك هتطلع بكام يا اولاد؟ الالف هتطلع باتنين. شيل يا مستر ورينا ايه تاني. هنا هو برضو بيقول لي المعادله التربيعيه التي جذريها 2 زائد ت. هو عايز كمان يا اولاد، عايز ايه؟ عايز المعادله دي تكون معادله بقى، المعادله التربيعيه، لسه شارحين واحد عليها، المعادله التربيعيه التي جذريها 2 زائد ت، 2 زائد ت. طب ما احنا اتفقنا ادام احد الجذرين 2 زائد ت يبقى الثاني مرافق ليه يا اولاد، يبقى الجذر الاخر هيبقى 2 ناقص ت. يعني انت لو عندك لام بتساوي 2 زائد ت، لسه شارحينها في اول مساله،
يبقى الجذر الاخر يا ولاد م هيبقى مرافق، يعني 2 ناقص ت. طيب لما تحب تكون معادله بتعمل ايه؟ مره بجمع الجذرين وبضرب الجذرين بس. يعني لما تيجي تجمع لام زائد م، ادي لام زائد م يا ولاد، لما اجي اجمعهم هلاقي الت دي تروح مع الت دي، لان دي بالموجب بالسالب، يبقى مجموعهم بيساوي 4. طب لو جينا ضربناهم، يعني لو جيت جبت لام في م، لام في م هتبقى الاتنين في 2 ب4 اهي يا ولاد 4 ناقص ت تربيع، ناقص ت تربيع. طب ما ت تربيع بسالب 1 يبقى المجموع بيساوي 5. يعني المعادله بتاعتك هتبقى ايه؟ اجيب لك بقى اللون المخالف هكتبه بقى. المعادله بتاعتك هتبقى يا ولاد بقى، هتبقى س تربيع اهو، هكتبه باللون المخالف اهو، س تربيع اللام زائد م طلعت ب4 يبقى ناقص 4 س، دي المعادله اللي انت هتختارها، والحصل الضرب طلع ب5 زائد 5 بتساوي 0. يبقى هنا كان مديني 4 معادلات عشان اختار منهم. يبقى يا ولاد اول حاجه انا عملتها احد الجذرين 2 زائد ت، يبقى الجذر الاخر 2 ناقص ت. جمعت الجذرين 2 زائد ت و2 ناقص ت يبقى 4. طب ولام م بتساوي كام؟ 5. يبقى المعادله اللي انا هختارها هتبقى س تربيع ناقص 4 س زائد 5. شيل يا مستر وورينا برضو انت مجهز لنا ايه. مجهز لك برضو مساله على، بيقول لي هنا داله س، نجيب كده يا اولاد اللون الازرق ماشي. داله س بتساوي س تربيع ناقص 2 س، س تربيع يا اولاد ناقص 2 س ناقص 10. بيقول لي الداله دي، لا مش هي دي، مش هي دي، شيل يا مستر بعد اذنك معلش انا رحت على مساله ثانيه يا اولاد. داله س بتساوي س تربيع ناقص 4 س، س تربيع ناقص 4 س ناقص 21 21. خلاص يا اولاد. فبيقول لي وكانت او فان داله س اقل من او بيساوي الصفر، يبقى س تنتمي لفين؟ يعني يا اولاد وداله س كمان، داله س بيقول لي دي داله تربيعيه عادي، بس الداله دي اقل من او بيساوي الصفر، دي كده ايه؟ وكانه بيقول لي ابحث اشاره الداله التربيعيه. داله س اقل من او بيساوي صفر، فبيقول لي س تنتمي لايه؟ س تنتمي الى نقط، ومديني اختيارات. انا المفروض بحللها، ال 21 بحللها 3 في 7، وبيطلع اصفار الداله يا اولاد، يعني اصفار الداله يبقى عندي 3 و7 او 3 وسالب 7، هتبقى سالب 3 و7. طيب انا اريح حل في المسائل دي هروح اديها للجوجبرا افضل. طيب تعالى ما اديها كده للجوجبرا نشوف احلها لنا ازاي. فين الجوجبرا يا مستر؟ هات الجوجبرا كده افضل. ويا ريت المعلمين زي ما اقول لك يتعلم الطالب يجيب الحاجات دي. انا هكتب المساله خالص اهو، اكس تربيع اللي هي س تربيع يا اولاد اولى ثانوي ناقص 4 اكس اهي ناقص 21 ناقص 21. هو هنا يعني اقول لك ايه، يعني قيم س انا لو فتحت هنا اهو، بص بص اهو اهو اهو، بص سالب 3 والتاني عندي زي ما قلت لك عند السبعه اهو سالب 3، دول الجذرين بتوع المعادله. طب انا مش عايزها معادله، انا هرجع تاني اهو. هو بيقول لي الداله دي اقل من او بيساوي صفر، اقل من او يساوي صفر. اقل من يبقى العلامه ظاهرها لل 21 يا اولاد، اقل من او يساوي اهي، اقل من او يساوي وهكتب الصفر وهقول له ادخال. طيب عمل لي ايه؟ لما انا عملت له عمليه ادخال، شيلها تاني مثلا والنبي وريها عشان انا عارف ان بتاعت اولى ثانوي في الطراوه شويه، بتاعت البابجي دول. س تربيع ادي اكس تربيع وبعدين ناقص 4 اكس اهي، وبعدين ناقص 21 ناقص 21 اقل من او يساوي اهي، اقل من او يساوي صفر، وبعدين من قبل ما اعمل ادخال هو عمل لوحده. طيب ايه بقى اللي عملها دي يا مستر؟ بص 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 بقى، دي كده يا اولاد مجموعه الحل، دي مجموعه حل متباينه. طب من لفين؟ ما هو خدها من سالب 3 ل 7. طب بس خدها من سالب 3 ل 7 دي مغلقه ولا مفتوحه يا مستر؟ لو انت بصيت للخطين يا اولاد اللي هو رسمهم، الخطين دول الخط ده متصل وليس متقطع، والخط ده برضه متصل وليس متقطع، يعني معنى كده انك انت هتاخد الفتره بتاعتك اللي هي كام من كام لكام يا اولاد؟ من سالب 3 دي اختيارك، من سالب 3 ل 7، وفعلا انت لو رحت حليتها مقالي هتختار من سالب 3 ل 7 عشان معامل س تربيع بالموجب، يبقى اللي بين الجذرين كان كان سالب، اللي بين الجذرين كان سالب يا اولاد اهو، سالب 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 سالب، دول الجذرين. اذا كان معامل س تربيع بالموجب يبقى اللي بين الجذرين عكس معامل اشاره معامل س تربيع، يبقى اللي بينهم سالب. فهو لما قال لك داله س اقل من او بيساوي صفر يبقى عايز الحل السالب،
وفي الحاله دي قال لك اقل من او يساوي، يبقى الفتره بتاعتي يا اولاد مغلقه من سالب 3 ل 7، يبقى اختياراتك هتبقى من سالب 3 الى 7. تعالى ما نشيل برضو دوت وننظف دي كده ونرجع نجيب برضو سبورتنا اللي احنا شغالين عليها، على اساس احنا بنشرح لك مقالي وبنشرح لك على الجيوجبرا. طيب تعالى ما نخش على حاجه تانية، يعني نشوف كده يعني شويه مثلثات. انت عمال شغال جبر شغال جبر، ما توريني كده يا مستر شويه مثلثات. بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا هو ناخد مساله سهله كده يا اولاد. بيقول لي ايه؟ بيقول لي طيب لحظه انا بجيب لك مساله بس يعني ايه. مساله اذا كان طول قوس في دايره بيساوي 3 على 8 من محيطها. يا اولاد اذا كان طول قوس اكتب يا مستر كده، طول قوس في دايره، طول القوس بيساوي 3 على 8 من محيطها. انا كنت بدور عشان اجيب لك مساله على اول درس. 3 على 8 من المحيط بتاعها، من محيطها. ماشي. فإن الزاوية المركزية التي تقابل هذا القوس تساوي إيه؟ يعني هو هنا يا أولاد عايز الزاوية المركزية، عايز أهو يا أولاد عايز الزاوية المركزية. ماشي. تعال ناخد الترجمة بتاعت المسألة ونحلها. إذا كان طول قوس بيساوي 3 على 8 محيطها، يعني لام يا أولاد، لام اللي هو طول قوس بيساوي 3 على 8 في محيط الدايرة اللي هو 2 باي نق. 2 باي نق ده طول القوس. طيب طول القوس بيساوي 3 على 8 من المحيط بتاعها، يعني معنى كده انك انت ممكن تختصرها ب 3/4 باي نق او سيبها زي ما هي. فهو هنا عايز قياس الزاوية المركزية. طب من ثالثه اعدادي هو قياس القوس كان بيساوي طول القوس كان بيساوي يا اولاد؟ طول القوس انا فاكر انه كان بيساوي، طول القوس اهو كان بيساوي ايه؟ قياس الزاويه اللي هي المركزيه على 360 في محيطها. قياس الزاويه المركزيه انا هرمز برمز ايه مثلا؟ قياس الزاويه المركزيه يا ولاد ثالثه اعدادي على 360 في المحيط بتاعها اللي هو 2 باي نق. 2 باي وادي النق كمان مره. ده طول القوس دي معطيات المساله. وانا طول القوس من ثالثه اعدادي بيساوي القياس 60 على 360 في محيط الدايره. فانا هشيل 2 باي نق مع 2 باي نق. هيتبقى لي هنا يا ولاد، هيتبقى لي نظام عمليه جبريه ان القياس اللي فوق اللي هو القياس المركزي بتاع الزاويه المركزيه على 360 بيساوي 3 على 8، بيساوي 3 على 8. يبقى انت حضرتك يبقى الزاويه دي بتساوي 3 في 360 على 8. 3 يا ولاد في 360 على 8 عشان هشيل البتاع ده مش هتاخد السبوره. 3 في 360 على 8. تعال نشيلها كده بقى. 3 في 360 على 8. يبقى هنقول له كده اهو الزاويه بتاعتنا بتساوي 3 في 360 على 8. طبعا هتختصرها وهتطلعها وتشوفها كم زاويه المركزيه. طبعا هنا يا اولاد على 4 فيها الاثنين، على 4 فيها الكام؟ على 4 فيها 90، وبعدين هتبقى على 2 فيها الواحد، على 2 فيها 45، يعني 3 في 45 يعني تطلع يا اولاد اختيار 135 درجه. يبقى دي الزاويه الايه؟ المركزيه. يبقى انا شفت حليت المساله دي بايه؟ حليت المساله دي بثالثه اعدادي ان طول القوس يا اولاد ذاكرك ان طول القوس كان بيساوي القياس ال60 او قياس الزاويه المركزيه على 360 في 2 باي نق اللي هو في محيط ايه؟ في محيط الدايره 2 باي نق. وانا استغلت لقيت الكلام ده ان المحيط كان بيساوي 3 على 8 في المحيط، وجبت منها في لحظه القياس الستيني او الزاويه المركزيه بتاعت الايه؟ بتاعت الدايره. طيب هنا برضو بيقول لي هو طبعا انت هتلاقي الامتحان مش كله مع بعضه، انت فاهم؟ مثلثات مع هندسه مع. بيقول لي هنا ميم دايره طول نص قطرها 3 سم. ميم يا اولاد دايره انا عندي نق بتساوي 3 سم. ماشي. هنرجع للمثلثات تاني. وبعدين كتب لي كلمه كده يا بتوع البابجي، انا هكتبها وبعدين اقراها. هتحداك لو حد في اولى ثانوي يعرف يقرا دي. دي اخر درس في الهندسه اللي هو قوه الالف بالنسبه للمركز، يعني بعد النقطه عن المركز كان بيساوي 27 سم يا اولاد. 27 سم. فبيقول لي فان الف ميم تساوي نقط. فان الف ميم بتساوي نقط ومديني اختيارات. طب ما انا لو عارف
ان قوه نقطه بالنسبه لدايره بتساوي ايه كقانون، هحل المساله. بس احنا طبعا ملخومين اللي دول في بابجي وفي الالعاب الاخرى، فاحنا مش فاضيين يا مستر اللي انت بتقوله ده. قوه الف بالنسبه لميم، قوه النقطه الف او بعد النقطه الف عن مركز الدايره. فانا عندي القانون بيقول يا اولاد بيقول لي ميم الف تربيع، ميم الف تربيع ناقص نق تربيع بتساوي قوة النقطة، يعني بتساوي قاف ألف بالنسبة لميم. قوة ألف بالنسبة لمين لميم يا ولاد. يعني أنت هتساوي الكلام ده هوت ب 27 أهو، هتساوي ب 27 وعندك نق أصلا بتسعة، 3 تربيعها 9، يبقى ميم ألف تربيع يا ولاد، ميم ألف تربيع هتساوي 27 27 زائد 9، عشان دي هتروح الناحية التانية بإشارة مخالفة اللي هي النق، يعني هتطلع 36. يعني حضرتك هتاخد الجذر التربيعي، طبعا مفيش طول بالسالب، يبقى ميم الف بتساوي 6 سم. يبقى اختيارك يا اولاد الميم الف، اختياراتك هتساوي 6 سم. دي اخر درس في الهندسه اللي هو بعد نقطه بالنسبه لدايره، فدي بتنجلي قوه الف بالنسبه لميم 27. القانون بيقول ايه؟ ان قوه الف بالنسبه لميم بتساوي ميم الف تربيع ناقص نق تربيع، وهو مديها لك ب 27 والنق عندك بتلاتة تربيعها 9، انا وديت الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يبقى 27 زائد 9 36. جذرها كام يا اولاد؟ جذرها 6. طيب تعالى برضو اما نشوف احنا مجهزين لسعادتك ايه يا طالب اولى ثانوي. هنا هو بيقول لي ايه؟ دالة س، دالة س يا اولاد، دالة س بتساوي 3 جا تلتين س. تمام. انت عايز ايه بقى يا مستر؟ بيقول لي الداله دي المدى بتاعها ايه؟ المدى يا ولاد انا باخد العدد اللي قدام الجا دوت، المدى هيبقى من فتره مغلقه من -3 لعند ال3. انا كده بشرح لك المساله اهو. -3 دي يا ولاد اسمها القيمه الصغرى. -3 دي يعني لو طلب منك القيمه الصغرى هي -3، اسمها قيمه ايه؟ قيمه صغرى. طيب والتلاتة دي يا مستر ده هتبقى اسمها القيمة العظمى، القيمة العظمى. تمام. القيمة يا ولاد ليه؟ العظمى. طيب الدالة دي دالة دورية، دورتها بتساوي يا ولاد بتساوي 2 باي على معامل س اللي هو على الب، 2 باي على تلتين. لو دي قال لي دالة دورية يبقى دالة دورية دورتها بتساوي 2 باي على تلتين. طبعا المقام بسط يا ولاد زي ما بيقولوا، يعني ده هتبقى 2 باي بدل ما هي 2 على 3 هتبقى 3 على 2. هتشيل ال2 مع ال2 يبقى دي داله دوريه بتساوي 3 باي اللي هي الاختيارات بتاعتك. هتختار اللي هي كام يا ولاد؟ اللي هي 3 باي. داله دوريه دورتها كام يا ولاد؟ 3 باي. دي الاختيارات. طيب شيل برضو يا مستر وقول لي بيقول لي ان هو بيقول لي ايه تاني يا مستر؟ بيقول لي ايه تاني يا مستر؟ دالة س اكتبها والله مسألة حلوة. دالة س بتساوي جتا س، جتا س زائد ظ س، زائد ظ س. طب عايز ايه يا مستر في الدالة دي؟ بيقول لي فإن دالة تلتين باي، دالة 2 باي على 3، 2 باي على 3 زائد دالة صفر. كلام سهل بس عايز الطالب يكون فاهم بس مش اكتر. تساوي نقط ومديني اختيارات. حضرتك هتجيب جتا 2 في 180 على 3 يا اولاد. الباي هنا ب 180، الباي بتساوي 180 بالستيني 180. يعني معنى كده ان دالة 2 على 3 يعني هتعوض عن الزاويه 2 في 180 على 3. اولا 180 على 3 فيها 60 يبقى جتا 120. يبقى الاولانيه هتبقى عباره عن كام بقى؟ الداله الاولانيه هتبقى عباره عن جتا 120، جتا 120 وبعدين زائد ظا 120، ظا 120. انا عارف هتجيبها بالاله الحاسبه ماشي. جتا 120 ولا سالب نص، وهنا هو ظا 180 عباره عن 120 اسف، وقع في الربع الثاني 180 ناقص 60 يعني بتساوي سالب ظا 60. سالب ظا 60،
سالب كمان مرة ظا 60، وطبعا ظا 60 بتساوي سالب جذر 3، يعني هيبقى هنا هو سالب جذر 3، سالب ادي جذر 3. طيب دي اللي هي دالة كام؟ اللي هي دالة 2 باي على 3. طب امال دالة صفر هتعوض بقى عن س بصفر، طبعا جاتا صفر يا ولادي بواحد، وذا صفر بصفر، يعني هتبقى زائد واحد. دالة صفر يا ولاد كم مرة؟ الجاتا صفر دي جاتا صفر كده بواحد، وذا صفر دي بصفر، يعني في الحالة دي هيبقى بقى الجمع بتاعهم سالب نص ناقص جذر 3 ها زائد واحد. طبعا الواحد هتشيل من النص، يبقى الاختيار بتاعك هيبقى عباره عن ايه؟ واحد ناقص نص. الاختيارات يا اولاد كانت، اجيب لك لون مخالف عشان اكتب لك الحل. اللون المخالف بتاعنا يبقى اهلاوي، واحد اهو يا اولاد، واحد اهو، وبعدين شيل سالب نص في الاول يا مستر، يبقى الاجابه يا اولاد هتختار انت نص ناقص جذر 3. ده الحل بتاعك اهو، نص ناقص جذر 3، دي الاختيارات. يعني لما يدي لك بقى 2 باي على 3، بعوض انت بقى عن الباي بكام يا اولاد؟ عن الباي ب 180. طيب تعالى برضو اما نشوف، انا مجهز لحضرتك برضو مسائل ليه هنا هون. مديني برضو هنا انا هرسم الدايره، هرسم دايره عاديه خالص، مش فيش مشكله اهي دايره، انا ما في هنا دايره بس انا مش عايز اضيع وقت فيها، عايز ارسم على طول عشان عايز انجز. ادي هنا الله يا مستر، ده دول وترين متقاطعين في دايره، ما انا عارف ان دول وترين متقاطعين في دايره. دي يا اولاد دال، وهنا دي الف، وهنا دي ه، وهنا دي ب، وهنا فوق جيم. طيب الحته ده اللي هي دي ب 3 سم، دي ب 3 سم، 3 سم ماشي، والحته دي ب س ماشي، والحته دي ب س زائد 2 اللي هي دي يا اولاد س زائد 2 ماشي برضو، والحته اللي فوق دي ب 1 سم، الحته ديت ب 1 سم. المهم هو عايز منا ايه؟ هو عايز س. اذا تقاطع وترين داخل دايره يا اولاد، لما الوترين يتقاطعوا داخل دايره، اكتب لك اللي احنا هنشتغل عليها، يبقى الف ه، ها ده من التشابه، في ه ب بتساوي، حد يمليني، بتساوي د ه في ه ج، بتساوي د ه في ه ج. طيب الف ه بكام؟ الف ه بس، في ه ب اللي هي س زائد 2 يا اولاد، س زائد 2 بتساوي 2 في 1، او دي 3، دي 3، 3 في 1 بتساوي 3. ده انت هتخليها معادله صفريه وهتحللها، يعني هتبقى عباره عن س تربيع زائد 2 س ناقص 3 بتساوي صفر، ناقص 3 يا اولاد بتساوي صفر. طيب يبقى احنا هنحل المعادله س تربيع ناقص 2 س، لا زائد دي، س تربيع زائد 2 س ناقص 3 بتساوي صفر. لما تيجي تحللها هتبقى عباره عن س زائد 3 وس ناقص 1، س زائد 3 يا اولاد، س زائد 3 وس ناقص 1. طبعا س هتساوي سالب 3، مفيش طول بالسالب، دي مرفوض، يبقى الس بتساوي 1، يبقى الاختيار بتاعك هيبقى س بتساوي كام يا اولاد؟ س بتساوي 1، س هتساوي 1 سم. كمان مره س هتساوي 1 سم. شيل يا مستر وورينا برضو انت جايب لنا ايه. هنا هو بيقول لي رسمه برضو يا اولاد دايره، وانا قلت لك في دايره هنا بس انا مش عايز اضيع الوقت في الدايره عشان اجيب لك الدايره، مش مصدقني طبعا. الدايره هي يا اولاد، الدايره اهي، اهي 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 الدايره، ماشي يا عمي. طيب يلا يا مستر شيل الكلام ده اهو. فعشان كده بقول لك انا في هنا دايره، فانا مش عايز اضيع وقت، فانا هرسم الدايره بيدي عادي اهو. الدايره بيدي مفيش مشكله اهي، وهنا هو في ده قطر، وفي هنا مماس يا اولاد اهو، مماس اهو. ادي هنا الدال، وادي المركز اللي هو الميم، وادي هنا الجيم، وهنا الف، وبعدين في هنا الب، والزاويه ده هي 30، الزاويه دي يا اولاد 30 درجه، 30. وهنا طول القوس اللي هو ده الب دي بس، مديهولي بس. طب وما انت عايز ايه بقى من الكلام ده يا اولاد؟ هو عايز قيمه س، عايز قيمه س يعني عايز قياس القوس د ب. طب مش تنسى ان من ثالثه اعدادي اذا تقاطع وترين داخل دايره، يبقى زاويه التقاطع بتساوي نص الفرق بين قياس القوسين المقابلين لهذه الزاويه. يعني ايه يا مستر؟ يعني حضرتك قياس زاويه الف دي زاويه التقاطع، اكتبها لنا كده يا مستر اهو، قياس زاويه الف اهي يا اولاد بتساوي نص اهون، نفتح قوس، القوس الاكبر ناقص القوس الاصغر، خلي بالك دي القوس الاكبر اهو،
دي يا اولاد القوس الاكبر اللي هو قياس القوس د ب، قياس القوس د ب بس ناقص قياس القوس الاصغر اللي هو ده اللي هو ب ج، ناقص قياس القوس الاصغر اللي هو ب ج. بس كده هنعوض هنا ونطلعها يا اولاد. مش تنسى ان الزاويه هنا قياسها كام؟ 30 اهو، 30 بتساوي نص، ادي هنا 30 بتساوي نص، وبعدين قياس القوس الاكبر كان ب س، والاصغر كان مديهولي يا اولاد بكام؟ الاصغر مديهولي باء ج، باء ج اللي هو هكتبه باء ج زي ما هو اهو قياس القوس الاكبر اللي هو باء ج. فهو هنا عايز ايه؟ عايز س. طيب نيجي هنا هون ونقول له القوس ب ج يا اولاد على الرسمه كان، مش كتبته على الرسمه، القوس ب ج اللي هو ده اهو كان ب 50، ده ب 50، فهو عايز قيمه س. فاحنا هنعوض، نضرب هنا في 2، لما نضرب هنا في 2 يبقى هنا اصبح 60، انا هكتب هنا الاجابه اهو 60 بتساوي الاثنين انضربت اهي في 30 ب 60 هتساوي س درجه، س درجه ناقص كام يا اولاد؟ ناقص ال 50. ال 50 تروح مع 60 الناحيه الثانيه، يبقى معنى كده ان قياس القوس اللي هو ده ب اللي هو رمز له بالرمز س هتبقى 60 زائد 50، يبقى اختياراتك هتبقى 110 درجه. دي برضو مساله على تقاطع وترين يا اولاد ايه؟ داخل خارج الدايره، فزاويه التقاطع بتساوي نص الايه؟ نص الفرق. طيب هنا هو يعني انا الفيديو هيطول لان في مسائل كتير انا مجهزها، ولكن احنا عايزين يعني نعمل فيديو تاني على اساس ان احنا نغطي كل الاشكال وكل الاشياء اللي هي خاصه بالترم الثاني. بس هرسم المساله دي كده يا اولاد وهتبقى دي اخر مساله. هنا هو بيقول لي هنا ايه؟ هرسم المثلث بتاعي، بس ارسم بقى بادوات كده مظبوطه. ادي كده يا اولاد اهو. مساله بقى على ايه؟ مساله على تنصيف من الخارج. ده تنصيف من الخارج يا اولاد، الاكس اهي والاكس اهي. هنا ايه؟ هنا الف وهنا ج، دي الف. لا هات القلم يا مستر، انت بتعمل ايه؟ شيل دي كده خالص، بقول هات القلم بقى، انت كنت بتعمل اهو. هنا الالف يا اولاد، وهنا ج، وهنا د، وهنا ب. الضلع ده ب 6 سم، والضلع دوت ب 4 سم اللي هو ده اهو. وعندي ده بجذر 30، جذر 30 سم اللي هو مين؟ ده المتوسط. المتوسط هو اللي بجذر كام يا اولاد؟ اللي هو قصدي المنصف هو اللي بجذر 30 اهو، بجذر 30. طيب امال انت عايز ايه؟ هو عايز باء ج، باء ج كله، وكانه عايز يقول لك هو انت حضرتك عارف ان طول المنصف اللي من الخارج بيساوي ايه؟ طيب طول المنصف اللي من الخارج يا اولاد اللي هو الف ج، الف ج بتساوي الجذر التربيعي الى، خلي بالك تنصيف من الخارج، فانت هتقول لي بقى ده الجيم في ده الب، ده الجيم في ده الب يا اولاد، اكتبها ده الجيم في ده الب بس ناقص الف د في الف ب، ناقص الف د في الف ب. ده قانون تنصيف من الخارج. طب الف ج بجذر 30 يبقى جذر 30 اهو بيساوي يا اولاد الجذر التربيعي الى ده الجيم في ده الب. طبعا ده الجيم في ده الب مش عندي اصلا، ده الجيم في ده الب ما عنديش اصلا. طيب لو فرضنا ان دهيا ده الجيم دي س او ده الجيم ب، طب سيبها، ده الجيم في ده الب، ادي ده الجيم في جيم ب اهون، ناقص كام بقى يا اولاد؟ هنضرب احنا 4، خلي بالك دي 4، 4 في 6 ب 24، 4 في 6 ب 24. هنربع الطرفين يا اولاد يبقى هنشيل الجذر، طب انا هشيل السبوره خلي بالك، يبقى ده الجيم في ده الب، ده الجيم في ده الب هتساوي مربع الطرفين هتبقى 30 زائد 24 يعني هتبقى 54. ده الجيم في جيم ب هتبقى 54. كمان مرة يا اولاد، ده الجيم في جيم ب هتبقى 54. طيب احنا هنا لو فرضنا ان الضلع جيم د يا اولاد، طبعا انا ما عنديش اصلا، ما عنديش، قول معايا، ما عنديش يا اولاد اللي هو لا ده الجيم ولا ده الب، ده تنصيب من الخارج. طب لو فرضنا ان الجيم ب
او الجيم دال دي بسين، يبقى الجيم ب هتبقى بكام؟ طيب جيم دال، طيب الجيم دال، طب تعالى نعملها رموز افضل. انا هشيل بس، هضطر انا مزنوق فهنا مضطر اكتبها، يعني هنشيل بقى كده الطرفين يا ولاد، هكتبها هنا اهو باللون المخالف الاول، وبعدين نبقى نروح نشيل دي. احنا لما نربع الطرفين هتبقى عباره عن ايه؟ 30 بتساوي ده الجيم في جيم ب، ده الجيم في جيم ب ناقص 24. يعني ده الجيم في جيم ب، شيل بقى يا مستر، ده جيم في جيم ب، ده الجيم في جيم ب، قلنا هتساوي كام بقى؟ هتساوي 30 وديت ال 24 الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يعني هتساوي 4 وكام يا اولاد؟ هتساوي 54. طيب انا هوري لك برضو الرسمه مره ثانيه على اساس تبقى قدامك الرسمه بتاعتنا يا اولاد. الرسمه كانت كده، الرسمه كانت اهو. ده كان ايه؟ ده كان، دي بالقلم، ده كان الف، ودي كانت الدال، ودي الجيم، ودي الباء، والضلع دي كان 6 سم، والضلع دي كان ب 4 سم، والمنصف ده اهو المتوسط اسف كان عباره عن جذر 30. دي اللي احنا عملناه. فاضل حدنا بقى، احنا قلنا جيم دال في دال ب. انا ممكن اسيب الجيم دال زي ما هي، جيم دال ممكن اسيبها زي ما هي يا اولاد، اللي هي اسيب ده الجيم زي ما هي اهي، ده الجيم زي ما هي، واقول الجيم ب ده عباره عن ايه؟ عباره عن جيم دال زائد دال ب، او اقول له الدال ب عباره عن جيم ب اهو. تعالى بس ما نشوف، ده الجيم يا اولاد في جيم ب، ده الجيم في الجيم ب، قلنا بتساوي كام؟ بتساوي 54. على فكره انا بصيت على الرسمه، الدال جيم دي مديها لي يا اولاد بستة، الدال جيم دي معلش بستة، مش كانت مكتوبه على الرسمه، انا كتبتها اهو. يبقى معنى كده ان الب جيم هتبقى عباره عن ايه بقى؟ عشان نخلص من المساله دي، 54 على الستة، يبقى الباء جيم بتساوي كام يا اولاد؟ يبقى الباء جيم كانت بتساوي 9 سم. يبقى اختيارك هيبقى 9 سم. يبقى المساله دي عايز يقول لك هو انت حضرتك عارف طول المتوسط الخارج او طول المتوسط للزاويه الخارجه للمثلث؟ بيساوي الجذر التربيعي لحاصل ضرب د ج في ج ب ناقص ا د في ا ب. طيب تعال نشيل الكلام دهوت كده، الفيديو هيطول عليك وجامد، فاعتقد ان احنا هنعمل حصه تانية عشان برضو نغطي الهندسه ونغطي المثلثات ونقول برضو بعد الجبر. فاعتقد ان في نهايه الفيديو بشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء الفيديو الثاني باذن الله، عشان يبقى عندك مراجعتين، حصتين مراجعه. اشكركم شكرا جزيلا، صف اول ثانوي.